الكلام الكثير والنواحي ده ما قاعد ينفع معي. انا اتكلم معاك في نقاط اللي قاعد تقولها. احنا حقنا مع الاسلاميين ما بتجيبوا لنا اول حاجه. الاسلاميين ما طردونا من بيوتنا، الاسلاميين طردونا من السلطه، قعدوا فيها بالعسكر. ده موضوع نتحاسب فيه. اسلاميين يوم واحد ما دقوا لهم بزول قال له اسمع انت مرت الضابط فلان المتمرد. الاسلاميين يوم واحد ما دقوا بيت جونجرن قال له اسمع انت ابوكم ده متمرد. الاسلاميين يوم واحد ما قبضوا مرت الدكتور خليل ولا مالك عقار البت كان بتقرا يا خرطوم. اسلاميين نحن مختلفين معهم لكن محترمين رجالتهم في القتال. اسلاميين انت ما بتحصلهم بالمعصيه، نحن اللي حاربناهم ما انت. انت كنت بتلحس جزمه الاسلاميين دول في يوم من الايام، وانت كنت حرس الاسلاميين دول في يوم من الايام، وانت البرلمان اجازك برلمان كيزان 2013 ابراهيم الطاهر واجازك البشير ذاته. انت واحد من مخلفات الكيزان لو ما عارف الكلام ده عشان ما يتكلم عن الاسلاميين. وانت ولدهم العاق، نحن معارضين انت ولدهم العاق. واحد اثنين، هم ما شردونا زي ما قلت لك، شردتنا انت ده. ثلاثة، النقاط الأساسية اللي قاعد نقول لك أنت ما قاعد ترد عليها. أنا سألتك سؤال محدد واضح وصريح ورد فيه هو بالضبط كده. أنت أي منطقة قعدت فيها الشعب السوداني مرق منها، وأي منطقة الجيش مستلمة الشعب السوداني قاعد فيها. الشعب السوداني متكدس في بورسودان اللي قاعد فيها الجيش. الشعب السوداني لما انضرب في الخرطوم مرق خلالك مشى قاعد في الفرقة الأولى في مدني. خشيت مدني الشعب السوداني مرق خلالك. أمسك لك من وين؟ من الجنينة. لما انت قتلت الوالي بتاعك قدام العالم كله، كان اعزله ومسكته وقتلته واعدمته، الان تتباكى. اي منطقه انت قاعد فيها الشعب السوداني مرق منها. اديني منطقه انت قاعد فيها سوق فاتح مدني درمان. الاموال اللي كنت بتديها الشعب السوداني، الجيش ده يوم واحد ما كسر له بنك. انت قدام العالم كله كسرت البنوك ونهبتها. هل دي اموال كيزان؟ هل الودايع اللي قاعده في البنوك دي حقت كيزان؟ ذهب النسوان اللي خاطينه في البنوك ده حق كيزان؟ انت نهبت اموال الشعب السوداني، ما نهبت اموال الكيزان. النقاط دي اكتبها عشان ما تلف الدوري وتخرمج. النقطه الثالثه والاخيره، انت قلت انا بقاتل بتعليمات الجيش. لما انت مشيت قعدت قبل الحرب دي تدور، مشيت قعدت في مروي عايز تحتل المطار بتاعك تمهيد للانقلاب بتاعك انت، القوات المسلحه طلعت في بيان رسمي وادتك تعليمات قدام العالم كله انك تنسحب من مطار مروي. الكلام ده قبل الانقلاب بتاعك باكثر من 3 يوم. طلع الكباش يتكلم، طلع البرهان يتكلم، ادوك تعليمات واضحه، والاثنين اعلى منك في الرتبه، وده قائد عام قوات الشعب المسلحه اللي انت قلت مشيت اليوم بتعليماتها، لكن مشيت مطار مروي ما بتعليماتها. وقبل الطلقه الاولى حقت يوم 15 ادوك تعليمات تطلع 3 يوم انت رفضت تطلع، الان بيتباقى على الطلقه الاولى. ليه مشيت قعدت في مطار مروي وادوك تعليمات قال لك انسحب، رفضت تنسحب في مخالفه واضحه تسمى في العمل العسكري حركه تمرد. انت اعلنت التمرد لانك مشيت بسلاح مزخر بدون اذن القياده العامه، والقياده العامه قدام الشعب السوداني اعطتك تعليمات قالت لك انسحب ورفضتها، وده يعتباره تمرد. اذا كان الجيش فك الطلقه الاولى له حق لانه انت اصبحت قوه متمرده بسبب عدم انسحابك من مطار مروي. دي النقطه الثالثه. النقاط الثلاثه دي جاوبت عليها بشكل مباشر مرحب. 3 نقاط. مناطق المدنيين اللي انت خشيتها ما قعدوا معك فيها. تعليمات الجيش انت خالفتها. الاموال اللي انت قاعد جاهز. تصرفها على روحك سرقتها من قدام الناس كلهم، مصور الكلام ده وموثق. شكرا. تمام تمام. شوف يا زول يا طيب، الشعب السوداني ده لما يمرق من منطقة خشاء الدعم السريع ولا خشاء الجيش، هو ما مرق خوفا من الدعم السريع، ما مرق خوفا من الدعم السريع. انت واحد من الناس، وانا قبلك جاوبت لك لكن انت اجابتي ما عجبك. انت واحد من الناس مرقت من السودان، ليه ما مرقت بسبب الحرب؟ الحرب دي ما في بني ادم بيقعد لها برجع، ما في. نحن بنتكلم عن اسر، ما بنتكلم عني وعنك. وانت كشاب مرقت، انت هسه شاب في ريعان شبابك، بدل ما تكون مستنفر واقف في صف الجيش انت مرقت. ها لحظه بس، لحظه، ده سؤال واحد انا حجاوب لك على اسئلتك كلها. انسان الجزيره طلع وين؟ انسان الجزيره قاعد في الجزيره الليله، انسان الجزيره موجود في الجزيره. هسه الليله الجزيره دي محمد عمر الشكري اهلك مرقوا؟
سؤال بس، اهلك مرقوا هسه حلتكم ما فيها؟ أقدر قاعد فيها، الناس دي كلها طلعت. اهلك انت مرقوا؟ في بورسودان اهلي هاي. القديمه الخرطوم خلاص مرقتهم انت ما لا انت فيها ما 8 مليون نازح جو من وين؟ ما النازحين دام البشر بتقول مصر مرقص. جو من وين؟ لا لا من لا 10 اسمع مليون كلامي. نزحوا نزحوا من وين؟ استاذ عثمان يا سيد ال 10 مليون نزحوا ديل مشوا بطريقه رسميه، في واحدين ما مشوا بطريقه رسميه، نحن نزحوا من عارفين. صوبه، نزحوا من شترين، نزحوا من درمان، نزحوا من طيب بحر. طيب عثمان ما تكورك يا اخي لو سمحت لو سمحت. بكورك لانك انت لا 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 بتدور ما عرفت تجاوب. لا لا والله بجاوب، والله قاعد اجاوب. انت بس اجابتي ما عجبك. ما هي انا الكلام بتاعي ده ما حار، كلامي حار انا ما بعجبك. نزحوا من الكدر، كلامي انا حار ما بعجبك. نزحوا من الناس دي لما نزحت من الدرمان ما تكلمت